السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبتين فيكم، تحية للجميع. رح نتكلم اليوم عن الدموع وفايدتها، بس مش عشان الدموع إلها فايدة نقعد نعيط، خصوصا إحنا الشعب العربي نفرح نعيط نزعل نعيط. ربنا ما يجيب عياط، مع إنها الدموع مفيدة، بس ما بدنا نعيط عشان إيه؟ نحصل على دموع. الدموع إلها فايدة مفيدة جدا جدا. الدموع بتحافظ على صحة العين، بترطبها، بتحمي القرنية. يعني في دموع بتفرزها العين لما بنيجي مثلا بننظف أو بنبقى ماشيين في الشارع، بيجي غبار أو دخان السيارات، أو لو حد بيشرب قدامك سجاير ممكن إيه العين تزرف دموع. الدموع هذه سبحان الله مفيدة لصحة العين، بتحميها من الجفاف، لأنه الجفن عندنا سبحان الله لو صار في جفاف هتلاقيه يعني بيتعب العين، خصوصا الناس كبار السن. كل ما الواحد تقدم في السن عمره بتلاقي الناس الكبيرة في السن دايما يقول لك حاسس الجفن تبع عيني ناشفة أو في جفاف. فالدموع هذه مفيدة، ولما يكبر الواحد بالسن سبحان الله بتقل دموعه، الدموع بتقل عنده. يعني حتى ممكن لو حزن تلاقيه بيحزن من جواه من قلبه، يعني من غير ما يدمع. الدموع بتحافظ على ثبات ترطيب العين، لأنه الدموع بتحتوي على طبقة لزجة مخاطية عشان إيش؟ ترطب الجفن وترطب العين. الترميش إحنا المفروض يعني طول ما إحنا قاعدين نرمش، مش نرمش هيك يعني كل فترة إيش نرمش. في ناس لما بتيجي بتطلع هيك في الموبايل تبعها بتلاقيها مبحلقة عينها من غير ما ترمش، أو لما تتفرج على التلفزيون. لا، ارمش عشان ايه؟ ترطب عينك. الرمش حلو لل... للعين. الدموع بتساعد على ايه؟ محاربة البكتيريا. بتساعد على لما نقطع البصل، الدموع مفيدة جدا، بس مش هروح كل يوم اقطع بصل عشان ادمع. يعني بنقطع البصل مفيدة جدا للعين، بتغسل العين من الميكروبات، بس مش تقطروا بصل، لا احنا بنقول على ريحة البصل لما نشمها بتأثر على عينينا وبندمع. دموع البصل بتساعد على غسيل العين من الميكروبات والجراثيم. فصحة العين هذه مهمة ومفيدة. أهم حاجة إيه؟ عينينا، وإحنا عارفين يعني أهم حاجة في جسم الإنسان، كل حاجة مهمة، بس عيني هي اللي بتوريني كل حاجة. فإن شاء الله بإذن الله نحافظ على ترطيب العين ومن الجفاف. والدموع مفيدة، بس ربنا ما يجيب دموع يا رب. دموع حب وفرحة، ما بدنا دموع حزن، وربنا يفرح الجميع يا رب. لايكاتكم، اشتراكاتكم، تعليقاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.